الصوص ده حرفيًا لمّا هتجربوه مش هتعرفوا تاكلوا بعد كده إلا لازم تعملوه جنب الأكل. صوص في منتهى الجمال والسهولة. صوص الأفوكادو مش بياخد مننا أي وقت، في نفس الوقت طعمه لذيذ جدًا. كل اللي هنحتاجه ثمرة أفوكادو، يا ريت ننقيها تكون مستوية علشان يبقى سهل إن إحنا نقشرها. تستعملوه في كل الساندوتشات، سواء فراخ باردة أو روستو لحمة، بيطلع في منتهى الجمال مع المشاوي، فعلًا تحفة. اخترت ثمرة أفوكادو تكون مستوية شوية، وهابتدي أشقها من النص بالسكينة. هاخرج منها البذرة، تخرج بمنتهى السهولة. لو اتبقت القشرة زي ما حصل كده معايا بنشيلها عادي مفيش مشكلة. أوقات بتطلع البذرة بالقشرة بتاعتها. بالمعلقة أقشرها وأبعد القشرة عن الثمر. عايزين تقشروها بالسكينة برضو عادي. في الكبة هحط الأفوكادو، هضيف عليه معلقة كبيرة مايونيز، ربع معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسمر، ربع معلقة صغيرة توم باودر، معلقة كبيرة عصير ليمون، ومعلقتين كبار أي زيت نباتي، زيت زيتون أو زيت عباد شمس، والأفضل طبعا لو كان زيت زيتون. هضربهم في الكبة، ولو احتاجت معلقة أو اتنين من المية نقدر نضيفهم، ما احتاجتش حسب الثمرة اللي احنا بنستعملها. أنا الثمرة عندي ما احتاجتش سوائل تانية، بس بلاش نخففها قوي. طلع اهو الصوص امتزج في منتهى الجمال. هصبه في طبق وهحط على وشه شوية زيت زيتون. جبت عيش بتيبان، هبتدي أحط أو أي عيش فينو مفيش أي مشكلة، هبتدي أحط عليه صوص الأفوكادو. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. لو عجبتكم الوصفة ياريت تجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات. هي وصفة سهلة جدا مش هتتعبكم، وبنقدر نحضر صوص الأفوكادو دوت ونحطه في التلاجة 3 4 أيام مفيش مشكلة، ولا بيتغير لونه ولا طعمه. أنا قدمته مع سندوتشات الفراخ الباردة أو روستو الفراخ. هحط شرايح الفراخ الباردة، هحط على وش شرايح الفراخ برضو شوية من صوص الأفوكادو. بيبقى ساندوتش في منتهى الجمال. الصوص بيديله طعم حلو قوي وغني، كريمي جدا. الأفوكادو من الحاجات اللي مليانة أحماض دهنية مفيدة، مش أحماض دهنية مضرة. الأحماض الدهنية اللي في الأفوكادو على فكرة بتأثر بشكل كويس جدا في خفض الكوليسترول اللي في الجسم. يعني الناس اللي عندها كوليسترول لو فضلوا فترة كبيرة يستعملوا الأفوكادو الكوليسترول بتاعهم هيتظبط جدا، وكمان ده بيخلي القلب في صحة كويسة جدا.
كمان الأفوكادو بيحتوي على البوتاسيوم اللي بيسيطر على ضغط الدم. أهم حاجة بقى وده اللي مهم جدا لكل البنات والولاد وللشباب، إن هو بيحتوي على مضادات أكسدة، يعني بيحافظ على نقاء البشرة وبيحارب التجاعيد. يعني لو حرصنا إن احنا نستخدم الأفوكادو في وصفات كتير زي الوصفة بتاعت النهاردة صوص الأفوكادو، صدقوني هتفرق معاكم جدا. غير طعمه الحلو إلا إنه مليان فوائد. طبعا الأفوكادو احنا عارفين إن هو غالي، بس احنا مش بنستعمل غير ثمرة واحدة بس. هي ثمرة واحدة بتعمل كمية كبيرة وبتكفي يومين، يعني بتكفي سندوتشات كتيرة جدا. فاحنا نقدر نشتري ثمرة واحدة بس. كمان على فكرة هو في مضادات الأكسدة دي مش بس بتحارب التجاعيد، دي كمان بتحارب وبتحمي من أشعة اليوفي الضارة اللي جاية من الشمس. على فكرة كمان الحوامل بيبقى مهم ليها جدا إنها تاكل الأفوكادو وتحرص عليه، عشان الدهون الصحية اللي فيه بتخليها تحس بالشبع من غير ما تتعب. كمان هو مصدر حلو جدا للكربوهيدرات والألياف.